اسمحوا لنا نرحب بالمهندس صلاح. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك معانا باشمهندس صلاح من الشباب المصنعين لمنتجات مصريه. زي ما قالت شيماء كده، كنا بنحلم ان احنا يكون عندنا منتج مصري بقياسات وبمواصفات خاصه وذات جوده عالميه. الحلم اصبح حقيقة بالفعل بإرادة سياسية وبإرادة ومساندة الشعب المصري. عايزة أتكلم في البداية عن مشروعك وعن المنتجات اللي حضرتك بتصنعها. تمام يا فندم. حاضر. احنا المشروع بدأ معانا سنة 21. طبعا في البداية كان في معاناة معانا عبال ما ان احنا وصلنا لدرجة من الجودة للمنتج بتاعنا. الحمد لله نقدر ننافس بيها المنتجات الأجنبية كلها. طبعا في البدايه كان في بدايه المشوار تعبنا عبال ما ان احنا قدرنا نوصل الجوده بتاعتنا للعميل وهو اللي يشكر فيها بنفسه. طبعا في الاول كان في تزاحم في المنتجات الاجنبيه كلها، وده لقى عندنا صعوبه ان احنا نوصل المنتج بتاعنا للمواطن المصري. فطبعا اتجهنا للسوشيال ميديا على اساس ان احنا دي اسرع طريقه ان احنا كنا بنحاول نوصل المنتج للمواطن المصري مباشره. صحيح. خلينا نقول للمشاهدين ان احنا حضرتك صاحب ومالك شركه اي جي مان. تمام يا فندم. لتصنيع المساحيق المنتجات والمنظفات والمنظفات. تمام يا فندم. ده سوق مفتوح واعتقد انه محتاج. تمام يا فندم. محتاج بديل مصري، يعني اعتقد انه كان الى حد كبير حكر الفتره الاخيره على البديل اللي مش مصري كامل التصنيع والنشأة يعني. مظبوط. ايه اللي خلاك تخترق المنطقة دي بالذات؟ والله يا فندم احنا كنا من البداية، من اول ما بدأنا احنا كنا بندور على فرصة ان احنا نظهر بيها، وان احنا نثبت للشعب المصري والمواطن المصري ان احنا نقدر ننافس المنتجات الأجنبية. بس كنا محتاجين لفرصة. فالفترة اللي احنا فيها دي اللي هي فترة المقاطعة دي اكبر فتره ساعدتنا ان احنا نوصل المنتج بتاعنا للمواطن المصري. والحمد لله بشهاده العملاء اللي هم دايمين معانا من ساعه ما بدانا المشروع ان هم جربوا المنتجات وهم اللي قرروها بنفسهم. فدي ساعدتنا جامد ان احنا نبدا نتوسع في الانتشار الفتره اللي احنا فيها دي، واثبتنا فعلا الحمد لله ان احنا المنتجات بتاعتنا المنتجات المصريه تقدر تنافس اي منتج اجنبي. عندكم منتجات كتيره. عندنا ما شاء الله. احنا بدانا بدايه التصنيع عندنا بدانا بمنتجين. في خلال الفترة دي بأمر الله اللي هي السنتين وصلنا لحوالي 22 منتج. فطبعا ما بدأناش بالمنتجات كلها مرة واحدة، كنا بنعمل المنتج بمجرد ما بيثبت نجاحه في السوق المصري نبدأ ننزل المنتج اللي بعديه. وصلنا الحمد لله دلوقتي ان احنا كل المنتجات بتاعتنا كل التعليقات اللي جايه لنا في صالحنا، والحمد لله الناس بتشكر في المنتجات بتاعتنا. طب ازاي قدرت يعني في ظل المنافسه القويه وفي ظل عدد كبير جدا من المنتجات سواء منتجات مصريه او منتجات اجنبيه انك انت تثبت نفسك وتثبت ان المنتج الخاص بحضرتك واللي بتقوم بتصنيعه سواء من المساحيق او المنظفات جدير بالفعل ان هو يكون عليه الطلب وتكسب ثقه الناس؟ تمام يا فندم. في البدايه كانت الطريقه ان احنا نوزع شغلنا على المحلات او السوبر ماركت كانت فيها صعوبه شويه، لان في الوقت ده كان المواطن او ست البيت بتخش السوبر ماركت بتدور على المنتج الاجنبي. ايوه. فما كانش مديانا الفرصه ان احنا نظهر المنتجات بتاعتنا. فاحنا بصينا لقينا اسهل طريقه وابسط حاجه ان احنا نوصلها للعميل مباشره عن طريق السوشيال ميديا. فطبعا النهارده ست البيت المصريه هي اللي بتقدر تفرق بين المنتج الجيد واللي مش جيد بمجرد التجربه. فاحنا حبينا ان احنا نخوض التجربه دي مباشره من هنا للمواطن مباشره. قصه كفاح الشباب وده اللي بندور عليه في مصر الجديده. فكره ان انا ابدا بالفكره، اقرر اعمل مصنع، اشغل عماله، ابدا افكر في التسويق، ما يأس وما ازهقش وما احبطش. حقيقي حضرتك قصه يعني نموذج طبعا. حاجه هايله. حضرتك يعني الفكره كانت خاصة بيك ولا مجموعة من الشباب فكرتم في المشروع؟ لا احنا كنا مجموعة شباب مع بعض خريجين، يعني احنا ممكن حوالي 12 شاب خريج. فطبعا في فترة الشباب كنا بندور على شغل كلنا يعني، ومعظمنا من المنتجات الخاصة بالمصنع الخاص بحضرتك وبشركائك او بالشركة معانا على الشاشة اهوت. انا حابة ان حضرتك تتكلم عنه وعن المنتج ده. ده ايه؟ طيب ده يا فندم ده اسمها العجينة السحرية.
جينا احنا في فتره من الفترات اسعار المساحيق الاجنبيه كلها اسعارها رفعت جامد، فما كانش فيه بديل ليه بالنسبه لمنتج تاني. فالمنتج ده اللي احنا عاملينه اللي هو العجينه السحريه، ده بديل للمسحوق البودر. دي عباره فكرتها عن عجينه المقصود بيها حاجتين، اول حاجه كتوفير اقتصاديه، تاني حاجه بتدي جوده يعني تقدر تقول لحضرتك اعلى من المسحوق اللي هو البودر اللي متعودين عليه. يعني مسحوق عجينه، ده عباره عن مسحوق عجينه مسحوق حلو قوي. ده بيستخدم في تنظيف الارضيات والاحواض، ده الاساسي فيه يا فندم بديل للمسحوق البودر للغسالات اليدويه والعاديه. كويس قوي كويس يعني احنا بالغساله العاديه ست البيت متعوده ان انت تحط كوبايه او كوبايتين معيار للغسله، لا دي مقدار معلقتين بس للغسله بتديها نتيجه افضل وتوفير ليها. بيوفر كمان يعني لو حسبتها من الناحيه الاقتصاديه تقريبا حوالي 50% وفر من المسحوق العادي اللي هو البودر. حلو قوي. طب وتاني منتج معانا؟ تاني منتج ده جل اوتوماتيك. الجل الاوتوماتيك لغسيل الغسالات الاوتوماتيك. طبعا احنا لقينا الجل الاوتوماتيك اللي موجود في السوق اسعاره عاليه جدا. فطبعا احنا اولا عملنا منه حجمين 2 لتر و4 لتر. ولو حضرتك شفت الاسعار اللي موجوده في السوق على السعر اللي احنا بنتعامل بيه تقريبا ممكن يكون يقل حوالي من 30 ل 35% عن الاسعار اللي موجوده في السوق اللي هي الناس اتعودت عليها قبل كده اللي هو المنتج الاجنبي. انت طبعا دارس السوق، ده دراسه جيده، ودارس كمان عقليه المستهلك. تمام يا فندم. يعني تمام. انا كست بيت او كمستهلكه بفكر في حاجتين. تمام. ان انا عايزه جوده أيوة. عاليه جدا مقارنه بكذا منتج. تمام. وفي الوقت نفسه السعر يكون ملائم للميزانيه الخاصه. تمام يا فندم. بيا، وخاصه مع ارتفاع الاسعار اللي بنجده على يعني كل المستويات الدول في العالم. وهي دي النقاط الاساسيه اللي احنا اعتمدنا عليها. هي يعني انا بصفتي ان انا بتكلم ان انا راجل مصري دلوقتي عارف الظروف اللي احنا فيها والبيت المصري الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها. ده المنتج ده لان انا شايفه عندكم المجموعه حلوه قوي. ده برضو يعتبر منتج من المنتجات الجديده بتاعتنا. طبعا الناس اتعودت على ان في جل للغسالات الاوتوماتيك. ايوه. ده جل للغسالات العاديه. حلو قوي. يعني احنا عملنا كمان جل للغسالات العاديه. عاجبني قوي الافكار الجديده. على فكره كمان يعني احنا الحاجات الكومباكت اللي هي معجون او جل او بتعمل مساحه في التخزين. تمام. بدل ما بجيب قد كده بجيب قد كده، وحضرتك بتقول ان السعر كمان حجمه صغير وممكن معلقه واحده صغيره تكفي بالغرض. انا فخوره على فكره قوي، والله العظيم فخوره بجد بالمنتج المصري، فخوره بالشباب المصريين. معانا ايه تاني منتجات الزملاء يطلعوها لنا على الشاشه؟ طيب لغايه ما نجهز يعني صوره من صور المنتجات جهزت معانا. طيب المنتج اللي قدامنا ده برضو حابين ان حضرتك تكلمنا عنه. تمام يا فندم. ده معطر ومناعم للملابس. ده بيستخدم مع الغسالات العاديه او الغسالات الاوتوماتيك. ابو ناعم للملابس، مناعم ومعطر للملابس. ده اللي عاملين بدايل لكل حاجه بصراحه. انتوا على فكره عاملين يعني بدايل لكل حاجه. يعتبر كل ما يخص المنظفات يعني الحمد لله احنا عملناه. يعني سله المنظفات بجد على بعضها اللي هو بننزل عايزين للاوتوماتيك للعاديه لمنعم للغسيل. عندكم ايه تاني؟ وعملنا منه كمان بدايل. يعني المعطر للملابس عاملين منه اللي هو السائل الجل، وعاملين منه العجينه المركزه. حلوه العجائب. يعني موجود ده وموجود تكنولوجيا مصريه. مصريه. الاحجام عشان الاسعار يعني في ناس بتفضل طبعا بالنسبه للشراء ان هي تشتري مثلا 2 لتر. تمام. هي شايفه ان ده هيكفي معاها شهر او شهرين وهيكون اوفر. في ناس الميزانيه يعني ما تقدرش ان هي تشتري العبوه الكبيره ديت، فالعبوات الاقتصاديه ديت بتشتغلوا برضو عليها؟ يا فندم عملنا راعينا النقطه دي بالذات، وعملنا المنتجات ابتداء من وزن 400 جرام لحد وزن 4 لتر. يعني معظم المنتجات اللي موجود معانا في منها 400 جرام وفي منها لتر وفي 2 لتر وفي 4 لتر. وبالنسبه للعجينه عاملين منها ابتداء من اول 350 جرام لحد 2 كيلو. ده بالنسبه للعجينه. عندنا 3 انواع للعجائن. في العجينه اللي هي السحريه اللي هي للغسالات العاديه، وفي عجينه للغسالات الاوتوماتيك، وفي عجينه للمعطر ومنعم للملابس. العجائن دي ممكن معلقه واحده بس بتكفي بالغرض. ايه سبب تسميه المصنع انتوا اي جي مان؟ اي جي مان والله احنا البدايه ان احنا حبينا ان حتى المنتج نفسه ياخد الاسم ان هو مصري. ايوه. الاسم نفسه من قبل موضوع المقاطعه، لان طبعا احنا من بدايه ما بدانا من سنتين واحنا المصنع اسمه اي جي مان، منتجات اي جي مان.
أيوة. يعني احنا عندنا الروح المصريه، ان احنا المنتجات بتاعتنا بنفتخر ان هي مصريه. واحنا بنفتخر بحضرتك، ربنا يخليك يا وبنفتخر فندم. انه منتج تكنولوجيا مصريه، صناعه مصريه، الشباب اللي بيشتغل مصري، صاحب المصنع او اصحاب المصنع مصريين، بضاعه مصريه مشرفه. شجع منتج بلدك واشتري المصري وشجع شباب بلدك، لان في الاول وفي الاخر ده هيعود على الاقتصاد المصري بفايده كبيره جدا، وهيخلق فرص كتيره للايدي العامله. بنشكرك باشمهندس صلاح، شرفتنا. ربنا يخليك.